السلام عليكم بنات ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله راه غادي نشارك معكم التحضيرات ديال العيد يوم قبل، وغنشارك معكم في هذا الفيديو حتى نهار العيد ان شاء الله. جمعت لكم كل شيء في فيديو واحد بلا ما نبقى نطول عليكم. كما كتشوفوا البنات انا هنا وجدت العجينه وخديت داكشي اللي خاصني. هنا رانا تنجبد في داكشي باش يلاه يذوب. هنايا عندي التقليه حيت انايا اليوم الجمعه خصني نجبد داكشي نخليه في الثلاجه باش يصبح الغد عليه العيد يصبح هو هذاك. هنا راه خديت شي دجاج يلاه جبتو اليوم غادي نغسلو معاكم. وبالنسبه للشيء الاخر راه انايا كنت غاسله تقليه واحد الراس هكا ديال الغلمي. راس لحم الراس ديال البقري داك قطعته خلطته مع التقليه. جبت ليهم هكا واحد شويه السوسيس، راكم عارفين الدراري تيبغيو هذا الشيء. مع دابا ما كاينش الحولي راه غادي نديروا لهم خاطرهم ونجيبوا لهم الحويجات اللي كيبغيو. هذا الشيء اللي كاين البنات، هذا الشيء اللي عطا الله والحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله. الله يرزقنا غير الصحه والسلامه. العيد الا ما كان هذا العام يكون العام الجاي ان شاء الله. الله يطول غير العمر ويجيب الله الصحه والسلامه وكل شيء على الصحه. الا ما كانت الصحه راه واخا يكون قدامك ما غتاكليش، تشوفي فيه وما تاكليه. الحمد لله ونشكروه الحمد لله. واخا صراحه كنت باغا نشري واحد، كنت اليوم الجمعه ناويه غادا نهبط ناخذ نجيب واحد 2 كيلو ديال اللحم بحال هكا ونص كيلو ديال الكفته صافي الله يجعل البركه. اما بالنسبه للدواره نكذب عليكم البنات ما ندخلهاش نهائيا. علاش؟ قولوا لي واش الدواره من 300 300 درهم، يعني تقريبا ما 6000 ريال 4000 ريال. هذه 6000 ريال لا غلات البنات ولات دايره 16000 ريال. مالكم على هاد الحالة؟ قولوا لي هاد الحالة مالكم عليها؟ راه من نهار سيدنا الله يخلينا وطولنا عمره عفانا من العيد تقريبا هذه شي شهرين وما يزيد عليها. والذبيحة ما نقولش لكم تبارك الله الحواله اللي كيذبحوا قد العجولة. عرفتي كل جزار حاط قدامه عنده شي 10 الحواله من الفوق الارض وكلهم كيمشيو. حنا عندنا الذبيحه بعدا انا متاكده كنذبحوا 2 مرات. 2 مرات في الاسبوع، انا ما كانتش 3، 2 مرات في الاسبوع. وتبارك الله جزار حدا جزار وكله الجزار حاط 10 وما فوق. وكلهم تيمشيو كيطيروا ما كيبقاوش. يعني ملي سمعوا العيد ما كاينش عطاو الدق الحواله. الناس كتاكل في اللحم ونهار العيد دارت كانها معمرهم ما كلاو اللحم. الحاله اللي داروا كانهم كانوا مربوطين عام عاد باش تسيبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نزلت باش ناخذ زعما هاد 2 كيلو ديال، قلت غناخذ غير 2 كيلو هكا من الهبيرة من الفخذ نشويهم وصافي الله يجعل البركة. داكشي اللي كاين بنادم اللي كلاه الله يجعل البركة. فلقيتهم حبسوا منعوا الغنم يتباع، لان من نهار الخميس كنذبحوا منعوا عليهم في المجزره بانهم باش يذبحوا الغلمي، ومنعوا على الجزاره باش يبيعوه. صافي نهار الخميس انا هوت، نهار الخميس لقيته منعوه من زهري. لقيته ما قسمش الله الحمد لله ماشي مشكل. ما كليتش اللحم دابا راه ماشي غادا نتسعروا غادي نموتوا، راه غادي يفوت نهار العيد وجايه الايام. الله يطول غير في العمر والله يرزق غير الصحه والسلامه والرزق. هذا الشيء اللي كاين البنات، الواحد يطلب غير الصحه والسلامه. صافي قلت بلاش مشيت زدت غير شويه ديال الدجاج على داكشي اللي كان عندي. وصافي هادشي اللي كان ودوزنا عيدنا. هانتوما كتشوفوا راه كنوجد معكم هنايا شرموله اللي غادا نوجدها ان شاء الله للدجاج. يا سلام البنات كتجي كتحمق، كتجي غزاله غزاله. هانتوما واحد شرموله غير جربوها غادي يعتمدوها دائما. راه كتحمق البنات تيجي داك الدجاج فتي وفيه واحد المذاق غزال غزال كيحمق. صافي هادشي اللي كاين البنات. وغندير شويه صوصيش شريده تقليه انا شريتها وجدتها نهار الاثنين. بالنسبه للدواره ما ندخلهاش الدواره من طلعت واحد الثمن يعني صاروخي ما بزاف. هادشي راه بزاف. والناس كتاخدها لا اله الا الله تاخدها وتكونجلا في الثلاجه. انا بعدا درتها في الفريغو ما ناكلهاش مجرباها انا الكبده في الفريغو ما كتبقاش زوينه وبحالها غير كتشبعي كرشك وصافي. اما المذاق راه ما كاين مذاق. الكبده خصها تكون طريه وتكون زوينه. وانا مجرباها في بعض الاعياد كنت كنذبح بعض المرات 2 بهيمات هكا ومجربه الكبده في الفريغو ما فاهمه كنبغيهاش. كنبغيها تبقى في الثلاجه حتى 3 ايام كاع صافي كناكلها. باش نخشيها في الكونجيلاتور ونجبدها منه وناكلها لا كتولي المذاق ديالها باسل ما كيبقى فيها حتى شي مذاق بحال شي بهيمه كتاكل في التبن. قولوا لي واش نتي واكله التبن مسوله البهيمه؟ والله الا يا البنات غير اللي بغى صراحه الحاجات اللي كانت الشطريه راه ما كاينش.
بالخصوص حنا صحاب كازا ما نقولش لكم واش داروا عندنا هنا في مدينة بنحمد، لأن حنا عندنا اللحم زوين تبارك الله وجديد، راهم داروا خبلة هما اللي غلاو علينا وداروا لنا هاد الحالة حتى منعوا علينا الغلمي ما بقاش هنايا، ولكن الحمد لله غيفوت العيد إن شاء الله وغيرجع داكشي كما كان وكل شيء والخير موجود. وكما قلت لكم الله يرزق غير الصحة والسلامة. كما شفتوا البنات هاد الشرموله درت معكم فيها كيتشوب ودرت معكم فيها العسل، كتجي واحد الحلاوه زوينه فيها. انا درتو معكم بهذه الطريقه، ما فيش لا ياغورت لا والو، بغيتو ديروا تما واحد ياغورت مسوس يعني ديروه، ما بغيتوش راه كتكتفيو بها غير بحال هكا راه كتجي زوينه. غادا نوجد الخشيه في الثلاجه ونخليه حتى الغدا ان شاء الله يصبح هو هذاك غزال ويصبح زوين. عرفتي كيجي خطير البنات. هنا انا تنوجد في دوك العجينات البريوش حتى هي كما شفتوا هنايا. داكشي اللي ان شاء الله غنحتاجو نحطوه فوق الطبيله من بعد ما نصليو الصلاه. كنبغيو هكا نفطروا ونبغيو شي حاجه هكا تكون انا راه تعزيه كلشي نصاوبو في الدار، واخا والله الا البنات كيعييني هادشي، ولكن الحمد لله ملي كتكوني كتصاوبي شي حاجه لراسك راه كيعجبك الحال وكتفرحي. ايوا وهادشي اللي كاين هنايا. غادا ندوز نوجد واحد الكيكه حتى هي غزاله ديال الشكلاط، كيكه ما بين كيكه وبسبوسه مخلطه. نتوما غيشوفوا معايا وتبعوا معايا الفيديو، المقادير راه كلشي كيبين شارح راسو بلا ما نبقى نعاود لكم يعني في المقادير راه باين داكشي. صافي هنايا كندير كاس الطحين وكاس السميده الرقيقه اللي درت هنايا. يمكن لكم ديروا حتى الفينو، انا كنبغي نديرها كاس السميده ولا الفينو باش تجي ديك الكيكه يعني كما كنقولوا حرشه قابطه في راسها، ما تجيش هكا نتوما اختيار ليكم. صافي هنايا هادشي اللي كاين البنات. كنوجد نوجد العيد باش الغد عليه ملي نفيق مع الصباح. بحال كل حاجه اللي كتكون ساهله هي اللي كنخلي يعني ساهله في التحضير، والحويجات اللي شويه كيبغيو الوقت كنوجدهم، لان كتعرفوا يلا نفيقوا نمشيو نصلي والله يتقبل. ان الصلاه راه كتبدا مع ديك السبعة. هاد العام راه تقريبا حتى شويه عطلوا، يعني جاتني انا شويه عطلوا الصلاه مع صافي كنحاول نحيد داكشي كلشي باش نهار العيد ما يكونش عندي. واخا هاد العيد راه ما عندناش الحمد لله الروينه، والله الا هناونا من روينه العيد. لا الحولي حتى هو راه فيه روينه حتى هو واش من روينه. خصوصا حنا العيالات راه كنضربوا تماره راكم عارفين، يعني تمارته اكثر منه كما كنقولوا. ولكن الحمد لله الانسان اي حاجه يحمد الله بها ويشكره الحمد لله. هنا كما كتشوفوا بعد ما طابت ليا الكيك غادي نوجد لها واحد لاصوص هنايا اللي واحد الكريمه ديال الشوكولا اللي غادا نديرها الوسط فيها باش نعمرها. درتها انا في هذا المول العجيب. شوفوا تبارك الله كيفاش جات متقبه. ها نتوما البنات جات كلها، ها نتوما راه مهويه كلها كتبان لكم متقبه بحال انني تقباها، يعني جات خفيفه وغزاله غزاله كتحمق مهويه. هنا غادي ندير لها كما قلت لكم كريمه ديال بالشكلاط. درت هنايا واحد جوج معالق تاع السنيده، معلقه ديال الكاكاو والمر، معلقه كبيره عامره ديال النشا، وصافي كنزيد عليها واحد جوج كيسان ديال الحليب هنايا. وغادي نحطها فوق البوطه حتى وكانت تختار. من بعد ما تعقد شويه كنزيد عليها، انا كان عندي في الصراحه طريفات ديال الشوكولاط الكحل والشوكولاط الابيض كانوا شاطوا هما اللي شاطوا عندي، هما اللي بقاو عندي. فزدرتهم كاملين في السخونيه بحال هكا. درت واحد شويه الزبده راه ما تصوراتش معايا، ولكن وسقيت الكيك هنا بواحد الكاس ديال القهوه. يعني نتوما ديروا القهوه ديروا الحليب اللي بغيتو، انا كيعجبني المذاق القهوه مع الشوكولاط. هذا علاش كيجي مذاقه زوين تتجبدي هكا تدير. وصافي هذا الشيء اللي وجدت هنايا. خليت الزين حتى الاخر. اليوم العيد صباح العيد هذا مشينا صلينا الله يتقبل لينا ولجميع الامه الاسلاميه يا ربي. ومن بعد ما جيت وجدت الطبيله ديال العيد. ها نتوما انا هنا رشيت عليها غير الكاكاو وراه دغيا دار مع ديك المشا هكا مابقاش باين. وها البريوش كيفاش جاو كيجيو خفافين وغزالين البنات. وجدت واحد مليويات غياب الزربه ما شاركتهمش معاكم لان راكم عارفين لضيق الوقت وهذا. وهذه هي طبيله الفطور. ايوا دابا من بعد ما فطرنا نتسلى عليكم باش نوجد الغدا العيد. ها نتوما هنا راه درت تقليه راه دايره معاها هنا تقريبا عندي 2 كيلو ديال التقليه، معاهم كيلو ديال اللحم الراس قطعته كامل. وصافي هادو هما التوابل رديتها كطيب. من بعد ما بدات قربت الطيب ودزت القطيبات اللي كنت انايا دوك
ديال الدجاج، طريفات تاع الدجاج اللي كنت مرقده. زدت عليهم الزيت هنايا لانني ما كنتش دايره فيهم في الاول الزيت البنات، باش العطريه يشربوا دوك الحيمات العطريه مزيان. من بعد ما كنفلحوهم، ملي بغيت دابا نشويهم زدت عليهم شويه الزيت وخلطتهم مزيان صافي، وتنديرهم فوق المجمر. هنا دزت التقليه من بعد ما طابت، زدت عليها الحامض المصير، شويه الزيتون وشويه المعلقه اخرى ديال الكمون، لان ضروري تنزيد الكمون في الاخر. ايوا وصافي هادشي اللي كاين البنات. وجدنا شليضه، وجدنا شويه العصير، وجدت واحد العصير انا ما كنبغيش المناضه. ما عنديش، مابقيتش ماشي مابقيتش كنقدر نشربها، ماشي ما كنبغيهاش، ولكن ما بقيتش كنقدر نشربها لانها محنتني. هنا شويه درت واحد شويه ديال الصوصيص للوليدات. درت هنايا المطيشه والبصله مشويين بالطريقه راه كنت مشاركاها معكم في الفران دغيا كيتشواو، فعاود ما ديرهم فوق الفاخر كياخذوا لك واحد الوقت. وما كيكون عندك غير المجمر، يعني كتكون يلاه سيره كتشوي فيه، فغتبقاي تسناي اللهم ديريهم في الفران ونوطي نايضه تيجيو زوينين. هنايا حطيت التقليه، وهذا هو آه الوجبات اللي حضرت نهار العيد. عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم ان شاء الله، وتكونوا دوزتوه بخير وعلى خير بالصحه والسلامه، وعلى الامه الاسلاميه يا ربي بالهنا وراحه البال. والله يرزقنا الصحة والسلامة، والعيد الجاي إن شاء الله الله يطول لنا عمرنا حتى العيد الجاي إن شاء الله ديك الساعة ونذبحوا الحوالة. راه كل شي فحال فحال، ملي كتاكلي كل شي فحال اللحم فحال الدجاج فحال. الله يرزق غير الصحة والسلامة والحمد لله. هذا عصير وجدته هنايا ديال الحامض والنعناع، ودرت معاه غير خيارة وحدة. هذاك علاش كتشوفوه راه خفيف كيجي خطير، وهو تيساعدنا في الهضم زوين لأنه مصوب بالحامض. وداك النعناع تيعطيه واحد الانتعاش في هذا الصهد، كيجي خطير. والله يجعل البركة. هذا هو اللي وجدت في العيد. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش اختكم من لي لايك، ونشوفكم فيديو